فيديو النهارده هقول لك فيه كده شويه نصايح على السريع، صدقني هتفرق معاك. تابع معايا. اول حاجه، عدد الساعات اللي بتذاكرها بتختلف من شخص لاخر، يعني ما تقارنش نفسك بعدد الساعات اللي انت بتذاكرها بعدد ساعات زميلك، لان ده بيختلف عن ده. بيختلف من 3 حاجات: التحصيل، وقدره الاستيعاب، والمكان. عايز اقول لك احنا كمصريين قدره استيعابنا متوسطه، يعني ولا هو عالي قوي ولا هو معدوم. احنا الناس كده بالوسط. فايا كان استيعابك، انا اقول لك كده على شويه حاجات لازم تركز معايا فيهم. اول حاجه، لازم تنظف مكان المذاكره بتاعتك. انك لما بتبص بعينيك وتلاقي المكان نضيف، بتتفتح نفسك كده على المذاكره وتكون عايز تقعد في مكان هادي ومكان نضيف، فهتذاكر اطول. فانا عايز اقول لك ان لازم تنظف المكان بتاعك ولازم تنظف اوضتك، ودي حاجه بديهيه اصلا ومهمه جدا لاي شاب في سنك المفروض يعملها لوحده. تاني حاجة، وهي انك لازم تحدد كل الحاجات اللي انت هتذاكرها قبلها بيوم، عشان ما تقعدش تعطل نفسك وتقعد تاخد من وقتك وما تكونش عارف انت هتذاكر ايه اصلا. فلازم تحدد قبلها بيوم. اكتب في نوت او هات ورقة حتى وحطها على المكتب بتاعك او على الترابيزة بتاعتك، واكتب فيها المواد اللي انت هتذاكرها والمواد اللي انت المفروض تراجع عليها. هتلاقي الورقة دي او النوت دي نفذ اللي فيها ويبقى انت كده خلصت اليوم بتاعك. حاجة، حط معدل يومي للمذاكرة بتاعتك والتزم بيه وامشي عليه. بمعنى ان انت لازم تحط عدد ساعات معينه للمذاكره بتاعتك، سواء 3 4 ساعات 5 ساعات براحتك على حسب وقتك انت. مش وعايز تلتزم عليه دايما. وعايز افهمك حاجه، ان انت لو بتذاكر عدد ساعات قليل بس ملتزم عليه، احسن ما انت تيجي تذاكر في يوم 5 ساعات او 6 ساعات واليوم التاني ما تذاكرش بعدين. في كده مقوله بتقول: خير الاعمال ادومها وان قل. يعني انت لا تذاكر عدد ساعات قليل احسن ما انت تذاكر في يوم عدد ساعات كبير وتاني يوم ما تذاكرش وتفضل ماشي كده تتقطع. حاجه، لازم تكون مركز في المذاكره ومصحصح وفاهم ايه اللي بيحصل. لو انت بتذاكر 5 6 ساعات مش من كتر المذاكره، وما تفرحش قوي اللي انت بتذاكر 5 6 ساعات. لازم تفهم، لازم تركز، لازم تكون مصحصح. ما تفرحش ان انت بتذاكر عدد ساعات كتير وبتطلع محصلتك صفر، ما بتستوعبش حاجه اصلا. خامس حاجه واخر حاجه، عاوزك دايما تلتزم باللي انا قلته لك ده وتركز عليه لمده شهر واحد، وصدقني هيفرق معاك. ولو الفيديو عجبك بحاجه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه.